انا ملك غراب، وذنبي ان انا الوحيد اللي كنت مسؤول عن قتل 23 ساحر من اخر سنة 2003 لحد 2008، وانا اللي خدعتك علشان ادخلك معايا في قتلهم. وده كله بدأ لما اتعرفت على الشيخ بهجت سنة 1999 اللي كان عامل نفسه شيخ صوفي قدام الناس، انما من وراهم بقى فكان بيمارس السحر وبيتعامل مع الجن، ومفيش حد يعرف سره الا انا. قلت له علمني السحر، انا عاوز ابقى زيك، مع اني كنت عارف انه مش هيوافق، بس على عكس ما توقعت قال لي هعلمك. تعرف ليه يا شيخ صالح؟ اكيد شاف فيك انك ذكي وهتتعلم بسرعة. لا، ما شافنيش ذكي خالص، بس كان عارف ان ممكن اعمل اي حاجة علشان اوصل للي انا عاوزه. ما كنتش اذكى واحد الشيخ بهجت يعرفه، بس كنت مستعد اتعلم 10 ايام كاملين في حاجة واحدة ممكن اي حد يتعلمها في ساعة. ما كنتش بمل ابدا وبتعلم كل يوم. في ناس كتير اذكى مني بس ولا واحد فيهم عنده ربع الاصرار اللي عندي. الاذكياء يا ابني دايما بيكسلوا لانهم عارفين انهم ممكن يعملوا الحاجة بسرعة، ومع ذلك بيستمروا في كسلهم وما بيعملوش حاجة. وقتها لازم يظهر الناس اللي شبهك وياخدوا مكانهم، وانا مفتخر بكده على فكرة، مش زعلان. عقلي بسيط على قدي بس نفسي طويل. دخلت مع الشيخ بهجت اول خطوة في عالم الجن، وعملت عهد الاول معاهم علشان يخدموني، وصدقني انا ما لقيتش نفسي غير في العالم ده، وبدات انعزل عن باقي البشر واعيش لوحدي. كنت شايف الناس اللي حواليا كلهم اغبياء، لانهم ما بيشوفوش اللي انا بشوفه ولا بيسمعوا اللي انا بسمعه. دول حتى مش حاسين بحاجه، مجرد بشر عايشين بياكلوا ويخلفوا زي الحيوانات بالظبط، وفي الاخر بيموتوا والناس كلها بتنساهم من غير حتى ما يكون لهم اي بصمه في العالم ده. ما توقعش يا ملك انك بقيت مغرور كده الا لو كنت احتفظت باسرار من عالم الجن. ايوه فعلا، ما كانش حد يتوقع ان عندي خدام من عالم الجن وبشوفهم وبسمع صوتهم، لا وكمان بيعملوا لي اللي انا عاوزه. اتدربت كتير مع نفسي ان اتحكم في حركات وشي قدام الناس، علشان لما خدامي من الجن يكلموني في وداني حركات وشي ما تتغيرش بالكلام اللي بسمعه منهم. وفعلا بقوا يكلموني قدام الناس وخدعتهم كلهم، وحسيت بالغرور اكتر واستمتعت بتمثيل دور الغبي قدامهم. ومن خدامي عرفت اسرار قرايبي كلهم وكمان صحابي، وهم ما يعرفوش عني حاجه وفاكريني مالك الغلبان اللي مالوش في حاجه، مجرد واد غبي مالوش مستقبل. بس بصراحه كنت حابب اظهر قدامهم بالشكل ده. واتعرفت على 3 من تلاميذ الشيخ بهجت، جمال وسليم وعبد الرحمن، كلهم اكبر مني في السن بس تفكيرنا زي بعض. والحكايات اللي كنا بنسمعها عنك هي اللي جمعتنا. حكايات ايه اللي سمعتوها؟ الشيخ اللي عنده الاف الاتباع من الجن اللي بيقضي وقته في الخلوات اكتر ما بيقعد مع البشر. الشيخ اللي وهب نفسه وماله للعلم ورفض انه يكون عنده اتباع، واكتفى انه يعالج الممسوسين من الجن والملبوسين من غير اي مقابل، ومفيش اي جن كان بيقدر يقف قدامه. كنت مصدر الالهام الوحيد بالنسبه لنا، وكلنا كان نفسنا انه بقى زيك في يوم من الايام. وايه فايده مرور السنين وانا بدرس العمل بالطلاسم والافلاك من غير ما افيد الناس؟ طلاسم وافلاك بس دول اللي بيشتغل بهم الصحراء بس. ما كفاكش ان كان عندك خدام من الجن؟ الفضول يا شيخنا كان عامل زي الوحش اللي بينهش في جسمي وبيقول لي كمل. ما كنتش قادر اوقف ان اتعلم اي حاجه وكل حاجه عن العالم التاني. كل يوم كنت ببقى عاوز اتعلم اكتر علشان ابقى اقوى، وكاني بدور على حاجه معينه انا ما اعرفهاش. مش يمكن يا ابني كان في هدف معين عاوز توصل له؟ يمكن، ما اعرفش. لحد سنه 2003 في اخر سنه ليا في كليه التجاره يمكن لقيت هدفي. بسمع البنت اللي ما بتتكلمش ولا حتى بتقرب من الناس. كنت حاسس انها شبهي، ما بتحبش تقرب من الناس وبتحب تعيش لوحدها. حبيتها جدا واتعلقت بيها، بس لما قربت منها اتصدمت انها متدمره. امها من الناس اللي بتمشي ورا الدجل والشعوذه، اي مشكله بتحصل لها كانت على طول بتروح للدجالين وتقول لهم انا بيحصل لي كده ليه، فكانوا بينصبوا عليها وبيقولوا لها انك معمول لك عمل. لحد ما في يوم راحت لساحر بجد، السيد حسين الالفي، وكانت فاكره ان بنتها بسمه معمول لها عمل، وخدتها لحسين الالفي علشان يعالجها من ولا حاجه. فقال لامها تطلع بره علشان يعالج بنتها، ولما طلعت اغتصب بسمه. انت عاوز تعرفني انك عملت ده كله علشان البنت دي؟ ولو الزمن رجع بيا تاني هعمل نفس اللي عملته. قلت لبسمه اني بحبها وفاهم اللي حصل لها كويس، ووعدتها ان هنتقم لها. انا مش مصدق انك عملت المذبحه دي كلها علشان خاطر بنت واحده. مش هقول انك لو كنت مكاني كان ممكن تعمل زيي، بس بسمه لوحدها كان سبب كافي ان اعمل اللي عملته. وقدرت اقنع سليم وجمال وعبد الرحمن ان اخيرا لقيت هدف لحياتنا، وقلت لهم لازم نقتل الساحر حسين الالفي. واكيد ما قلت لهمش ان عاوز اقتله علشان اللي عمله مع بسمه. انت لوحدك بس يا شيخ صالح كنت كفايه ان اقنعه. ازاي؟ مش فاهم. باعتبارك المثل الاعلى بالنسبه لنا فده لوحده كان كفايه. كل واحد منهم كان نفسه الناس تخاف منه زيك، والقوه والخوف ما بيجوش بالساهل، لازم حاجه ضخمه ترعب الناس، زي اننا نقتل حسين الالفي اشهر ساحر وقتها. في الاول قربت من حسين الالفي بنفسي وطلبت منه يعلمني السحر. رفض في البدايه ومرضيش، بس انا استعرضت قدامه خدامي من الجن، وانت عارف طبعا ان السحرة ما
بيستعنوش بالجن، كل شغلهم عن طريق الطلاسم والاعمال السفليه. علشان كده كنت قاصد اظهر له الحاجات الموجوده عندي ومش موجوده عنده، واقتنع بيا ووافق يعلمني علشان يستغل خدامي من الجن لمصلحته. اتعلمت منه حاجات السحرة بيعملوها، زي انهم يحموا بيتهم من اي جن يدخلوا الا باذنهم. واتعلمت كمان اسيطر على قريني واخليه يقول الكلام اللي انا عاوزه يقوله. علشان كده لما دورت وراك النهارده وبعت لك واحد من خدامي علشان يعرف اذا كان لك علاقه بعالم الجن ولا لا، ما وصلش لحاجه، والقرين بتاعك ما نطقش باي كلمه. وده كمان اللي علمته لاصحابي علشان نخفي اثرنا لما حد يدور ورانا. ومن كتر قعدتي مع حسين الالفي عرفت قد ايه هو قوي، وعرفت انه مش هو لوحده اللي شغال في السحر، ده كان في ناس كتير قبله في اخر 70 سنه. انت قصدك يا ابني على السحر اللي علمه رجب الطوسي؟ ايوه ده اللي اقصده. رجب ده من اكثر السحرة اللي سمعت عنهم واخر السحرة اللي بجد، لدرجه انه فتح معهد لتعليم السحر في فتره الاربعينيات، وفضل اكتر من 20 سنه بيعلم السحر، وعمل كتب كتير جدا وكلها مشفره علشان طلابه بس اللي يفهموها، لحد ما الحكومه قفلت له المعهد اللي بيعلم في السحر. بس هو كمل تعليم السحر بره المدرسه مع 14 واحد من طلابه، وعلى راسهم حسين الالفي. ولما انا كنت بتعلم السحر عند حسين الالفي كنت بشوف رجب الطوسي كل فتره عنده، لانه من عادته انه بيزور تلاميذه اللي اتعلموا السحر على ايده. قابلته كذا مره وما ارتاحليش، بس عرفت اخدعه كويس علشان اكسب وقت وما يكشفنيش لحسين الالفي لحد ما يجي الوقت المناسب. كنت عاوز اقتل الالفي في كل ثانيه قعدتها معاه، بس كنت عارف انه اقوى منه ومش هقدر عليه، فكان لازم اصبر لحد ما افكر هقتله ازاي لحد ما يجي الوقت المناسب. لما حسين الالفي علمني استخدام دمي مع الطلاسم واعمل بيها اعمال سفليه، وقتها سرقت دمه مع شويه حاجات تخصه وعملت بيها عمل سفلي. قلت لي عمل سفلي، وكلت فيه واحد من الجن اسمه كمين علشان يقتلني وانا في خلوتي في الصحراء. ما هو مفيش حد يا شيخ صالح كان يقدر عليه غيرك، كأني بعت كلب يقتل اسد فالاسد قتله، وانا اتخدعت من غير ما اعرف ومشيت ورا كمين لحد ما وصلت لاثر حسين الالفي. ده الاثر اللي انا سبته لك، دمه والحاجات اللي استخدمتها في العمل كانت بتاعته، وكنت عاوزك تعرف وما بقاش غير انك تاذيه وتنتقم منه، وده اللي انت عملته فعلا. والالفي ما كانش عارف انت بتاذيلي اصلا، فطلب مني اعرف له السبب. وهنا بقى كان ايه دوري، وقلت له ان خدامي من الجن قالوا لي ان الشيخ صالح هيقتل كل تلاميذ رجب الطوسي، ولازم تتحدوا كلكم وتقفوا قدامه لانه مش هيسيب حد عايش. يعني كنت راسم الخطه من الاول وعارف هتقول له ايه. طلعت مكار اكتر من الجن يا ابن غراب. انا فعلا اذيت الالفي في البدايه، بس دي كانت مجرد قرصه ود، لكنه رجع مع 4 من السحرة علشان ينتقم مني، فما كانش قدامي غير ان اقتله هو والاربعه اللي معاه. وقتل الالفي هز عالم الجن، والناس كلها اتكلمت عن الشيخ صالح اللي بعت خادم من الجن من قبيله مجهوله محدش يعرفها، اخترق كل الدفاعات اللي الالفي كان مأمن بها نفسه وقتله وهو نايم. كان ميت وهو فاتح بقه وعينيه وكانه شاف حاجه رعبته قبل ما يموت، لدرجه ان السحرة كلهم قالوا ان الالفي كان بيتعامل مع الجن، وايه اللي شافه قبل موته خلاه مرعوب للدرجه دي. وانا نشرت الخبر عند باقي السحرة وكلهم خافوا منك اكتر، وتحديدا بعد ما انت قتلت منهم 4 في سنة واحدة او 6 تانيين في السنة اللي بعدها، والموضوع اتحول لحرب ما بتخلصش بينك وبينهم. ومن بعدها اتحركت بهدوء على باقي السحرة انا وسليم وجمال وعبد الرحمن، وبدأنا نقتلهم واحد ورا التاني ونقول ان انت اللي قتلتهم. الناس كلهم كانوا مستعدين يصدقوا اي حاجة عنك بعد ما قتلت حسين الالفي واللي معاه. انت بطلت تقتلهم وانا واللي معايا كملنا من بعدك، واضطريت اطلع اشاعة ترعب الناس اكتر بعد ما انت وقفت تقتلهم علشان يفضلوا خايفين. يعني انت اللي طلعت الاشاعه اني بطلت اقتل السحرة بعد ما المفروض ان انا وكلت واحد اسمه حاكم الجنه علشان يقتلهم، بس كانت اشاعه قويه تليق بعدد السحرة اللي بيموتوا كل سنه. ما سبتش اي ساحر في مصر كان تلميذ لرجب الطوسي الا وقتلته، ما سبتش ساحر واحد بس يعرف في السحر الا وبعته لجهنم. خليتني اقتلهم وكملت بعدي. عملت كده ليه؟ انت بتحب القتل، كل اللي ماتوا يستحقوا كده واكتر. انت بتلومني على الزباله اللي ماتوا، بس مش كل اللي ماتوا كانوا سحرة يا مالك، في منهم اللي كانوا دجالين ما لهمش في الساحر، حتى لو دجالين فيستحقوا اللي حصل لهم، منهم اللي اغتصب بنات ومنهم اللي وهم الناس بحاجات مش موجوده اصلا. قول لي كده كام واحد كان مريض بالسكر او القلب والسرطان وفاكر ان معمول له عمل وراح لهم، وكام واحد منهم مات بعد ما الدجالين مصوا دمه وخدوا فلوسه وقالوا له انت اتعالجت. دول اللي بنوا لنفسهم قصور وقعدوا فيها، خلوهم بقى يدفعوا الثمن، بعتهم على نار جهنم. انت بتدخل الناس الجنه والنار على مزاجك، مش مهم ربنا يسامحهم، انما انا مش بسامح. وقلتها لك قبل كده، لو الزمن رجع بيا تاني هعمل كل اللي عملته واكتر. انت ما تبتش عن اللي انت عملته؟ لا انا تبت لربنا وبعدت عن ده كله. غرورك باللي انت عملته بيقول انك لسه ما تبتش، لانك لسه فخور بمعصيتك. وانت بقى يا شيخ صالح تعرف ربنا قبل توبته ولا لا؟ طب كمل يا ابني. سنه 2008 بطلنا نقتل السحر، واتفقت انا واصحابي ننفصل عن بعض ونمسح كل الاثار اللي ورانا وكاننا ما نعرفش بعض اصلا، وكل واحد مننا كان معاه شويه من دم التاني، وده في حاله ان لو حد مننا حب يبعت للتاني هاتف في صورته. وبعدها اتجوزت بسمه وعشت بعيد عن عالم الجن خالص
لحد ما عرفت ان اصحابي كلهم ماتوا واحد ورا التاني. واخر حاجه عملها جمال انه استخدم دم اللي معاه وبعت لي هاتف في صورته علشان يحذرني من واحد بيدور علينا وعاوز يقتلنا. ولحد دلوقتي ما اعرفش ازاي هو عارف اننا المسؤولين عن مذبحه الصحراء، او حتى عارف ازاي ان انا اللي كنت بحركهم ونفذت ده كله. انا ما اعرفش هو عارف ازاي يا ابني، بس اللي اعرفه انك بتكذب. انا ما كذبتش، انا قتلت شويه من الصحراء فعلا، بس مش انا اللي قتلت حسين الالفي لانه حصل نفسه كويس وقتله كان مستحيل. انا شخصيا ما اتعاملتش معاه قبل كده، كان عارف اسرار انا نفسي ما اعرفهاش. واللي قتله واحد كان اقوى مني، هو نفسه اللي قتل رجب الطوسي اللي علم حسين الالفي السحر، بس رجب الطوسي مات موته طبيعيه على سريره. واللي قتله هو نفسه اللي قتل حسين الالفي والسحرة اللي معاه، حاكم الجان الحقيقي. واعتقد ان انت حاكم الجان. خلاص كده فجاه كلكم اقتنعتوا بكده؟ الراجل اللي بيطاردك بيقول كلام في عالم الجن ان انت هو الشخص ده، وكان قصد انه يوصل المعلومات دي ليا علشان امشي وراك، ويمكن عمل كده علشان اقتلك. هو ده اللي بكلمك فيه. انت ما بتحاولش تقتلني، بس في واحد تاني بيحاول. النهارده مراتي لقت واحد من الجن قدام باب الشقه في هيئتي، وكان بيطلب منها تفتح له الباب. طب وما دخلش ليه على طول من الاول اصلا؟ لان طلسمت الشقه كلها ومفيش جن يقدر يدخلها الا باذني. ده شويه من اللي اتعلمتهم من حسين الالفي. ايوه، وفادني في ان حميت مراته وبنتي، والجن ما قدرش يدخل له، وطلب من بسمه تفتح له باب الشقه وهي اللي تطلع له. ولولا انها كلمتني وانا بره ما كانش زمانها عايشه لحد دلوقتي. طب وانت قلت لها ايه لما كلمتك؟ كنت سايب في الشقه سائل مخلوط بدمي مع الزعفران ومواد تانية كنت استخدمتها لطلسمه الشقه، وخليتها ترش باقي السائل تحت باب الشقه وتقرا عليه طلاسم علشان يمشي ورا الجن ويقتله. حاجه غريبه فعلا. هو ايه اللي غريب؟ مش فاهم. الشخص اللي بيطاردك يا مالك اكيد مش غبي للدرجه دي علشان يبعت لك جن يدخل شقتك بالبساطه دي، واكيد يعرف قبلها انك طلسمت الشقه بدمك. وبصراحه لو انا مكانه كنت هفكر ازاي اخترق الطلاسم دي وادخل شقتك، وما كانش هيبقى قدامي غير حل واحد، ان اعرف نوع الماده المستخدمه في تكوين الطلاسم علشان اعمل زيها ماده تانية واستخدمها في عمل طلسم من بره الشقه، وافتح لنفسي مكان ادخل منه شقتك. مالك شقتك دلوقتي ما بقتش محميه وعيلتك في خطر. اول ما الشيخ صالح قال لي كده سبته وطلعت اجري زي المجنون، وكنت برن على بسمه وما بتردش عليا، وقلت لسفح يدخل الشقه بس ما عرفش. كنت مرعوب ومش عارف ايه اللي حصل، ووقفت عربيتي في نص الشارع قدام العماره اللي انا ساكن فيها. جريت بسرعه على السلالم وفتحت باب الشقه ودخلت، والمكان كان هادي جدا. ايه الريحه اللي انا شاممها دي؟ دي ريحه معدن انا عارفها كويس، دي ريحه دم. المكان كله متكركب ومعظم الحاجات اللي في الصاله مش في مكانها ومتكسره، والطرقه اللي بتودي لاوضه النوم كلها دم، ومش عارف اتمالك اعصابه وحاسس ان في حد حصل له حاجه. اتحركت بسرعه علشان اروح على اوضتي، بس فجاه لقيت بسمه مرميه قدام على الارض وميته، وجسمها كله كان متدمر. الدنيا لفت بيا وقعدت على الارض جنبها ومسكتها وقلت لها ما تسيبنيش يا بسمه. يا ترى دلوقتي مصير هند بنتي هيكون ايه؟ لسه عايشه ولا ماتت زي امها؟ يا خوفي للذنوب اللي عملتها زمان تكفيرها ان هند بنتي تموت. حاولت اقوم اشوف هند بس مش قادر اتحرك من مكاني، خايف اشوفها ميته زي بس. مش هسامح نفسي ابدا لو ده حصل. معقول اكون قتلت روحي بايدي؟ ليه ما قتلش نفسي دلوقتي وارتاح انا كمان؟ بس ممكن هند تبقى لسه عايشه، انا ما اعرفش، بس اللي اعرفه ان في سبب اخير ممكن عايش علشان. لازم اعرف هند عايشه ولا ميته. قمت من مكاني وهدومي كلها بقت مليانه دم من بسمه اللي لسه ما اقتنعتش اصلا انها خلاص ماتت، واتحركت ورحت لاوضتي ولقيت على الارض جثتين ميتين. جثه ابن طبيل اللي غرس انيابه في حيوان شبه الغوريلا، والحيوان كمان ايديه ماسكه احشاء ابن طبيل. معنى كده ان الجن قتل بسمه قبل ما يشتبك مع ابن طبيل، والاتنين قتلوا بعض وماتوا. ابن طبيل مات وهو بيحمي بنتي، وانا دلوقتي على بعد خطوات وهعرف بنت عايشه ولا ميته. بصيت حواليا في الاوضه لحد ما لقيت هند مرميه قدام على الارض على وشها. نزلت على ركبتي اشوف قلبها لسه فيه نبض ولا لا. ايديا بتترعش وكنت خايف جدا. ايه ده؟ دي لسه عايشه، قلبها لسه فيه نبض. اكيد ما اتحملتش اللي شافته واغمى عليها. حضنتها ونفسي كان سريع جدا وبنهج، وقلت لنفسي بنتي مش هتصحى وتلاقي المذبحه دي قدامها، انا همحى اثر اليوم ده من الوجود اصلا، وهند مش هتعرف حاجه وكانه كان حلم بالنسبه لها. وبسمة هدفنها في مقابر عيلتنا ومفيش حد هيعرف انها ماتت مقتوله، انما هند بنتي فانا مش هسمح لحد انه يمس شعره منها. انا دلوقتي ما عنديش غيرها في الدنيا دي كلها، وكل اللي هشك فيه انه كان السبب في اللي حصل هقتله. شلت بسمة ودخلتها اوضتها ونيمتها على السرير، ورجعت بسرعه على الصاله وبدات اشيل اللزقه الموجوده على الحيطه بضوافري لحد ما اتعورت، بس ما كانش فارق معايا وما كنتش حاسس باي الم. ما عدتش غير لما مسحت نص حروف الطلاسم. اخيرا مسحت الطلاسم اللي كانت بتحميني، ومش هقف وضع الدفاع بعد النهارده. خلاص اجى الوقت وهنزل الملعب والراجل بقى يوريني نفسه. كلهم هيندموا لانهم صح الوحش اللي جوايا من تاني، واللي عاوز يقرب من هند يجي، انا مستني. احضر دلوقتي يا سافح. بدا يظهر ويتشكل قدامي، وبص على بسمة ورجع بصلي والخوف كان باين في عينيه. يا ترى ايه اللي هو شايفه في عينيا
دلوقتي. قال لي خدامك سافح تحت امرك. انا عاوزك يا سافح تجمع 1000 خادم من الجن دلوقتي وخليهم كلهم يحضروا هنا ويقفوا جنب بنتي. سافح قال لي هي دي مراتك؟ ايوه، وهتساعدني في دفنها بس بعدين. قول لي وصلت لايه بخصوص مراد؟ ليه علاقه بالجن ولا لا؟ ما وصلتش لكل حاجه. عرفت عنوان بيته وكمان في معلومه عرفتها بس مش كامله. كنت مستني لما اعرف كل حاجه قبل ما اجيلك. خلعت قميصي اللي مليان دم وقلت له قول لي كل اللي عندك. فقال لي اسمه مراد دياب السيد حسين الألفي، حفيد الساحر السيد الألفي. حفيد حسين الألفي؟ الواد ده شكله بيسمع افلام انتقام كتير وما يعرفش ايه عواقب اللي عمله. سافح قال لي انت مشتت دلوقتي بسبب اللي حصل ومش مركز. بالعكس ده اكتر وقت انا مركز فيه. احمي بنتي زي ما قلت لك وحضر لي 20 خادم بنفس قوتك. هنطلع الليله نعمل مهمتي. لا مفيش، هنروح نسحب روح بني ادم ونيجي بسرعه. وقول لي البس قميص ازرق على بنطلون جينز ولا قميص ابيض؟ ولا اقول لك مش مهم، كده انا شايف كل حاجه باللون الرمادي. كلها دقايق وهكون مستعد اننا نروح سهرتنا. الكلب اللي اسمه مراد ساكن في الهرم في نفس مكان العماره بتاعت جده اللي كان ساكن فيها. فاكر مكانها كويس، ما انا قتلته فيها. بس مراد بقى هد العماره وبنى مكانها فيلا يعيش فيها. نسيت ان الألفي ساب ميراث كبير جدا لاولاده، وانا دلوقتي خلاص قدام الفيلا بتاعته. بس هدخلها ازاي دلوقتي؟ يعني مثلا امر الخدم بتوعي يدخلوها ويفتحوا لي الباب من جوه، ولا رن جرس الباب واقتله اول ما يفتح؟ الاختيارات كتير ومن كترها بصراحه مش عارف هعمل ايه. بس هختار الحاجه اللي هتضحكنا اكتر. سافح عاوزين نخليه يخاف شويه. كنت قلت لي ان في خادم معانا من قبيله الغلام مش كده؟ ايوه معانا واحد منهم. خلاص يبقى تخليه يدخل في صورتي ويفتح لي الباب، وبعدها يدخل لمراد اوضته في صورتي وفجاه يتحول ويخوفه. اصلي بصراحه عاوز اضحك شويه. وما تنسوش اي حد تلاقوه في الفيلا غير مراد يتقتل فورا. سامعني كويس؟ يلا اتحركوا، اصل بصراحه الجو ده وحشني. الخدم دخلوا الفيلا ورجعوا قالوا لي ان مفيش حد غيره. كويس برضه، يلا بينا نتحرك. سافح قال لي انت متاكد من اللي انت عاوز تعمله؟ لو جادلتني في حاجه تانية هقتلك انت وقبيلتك كلها. انا عارف يا سيد مالك انك تقدر تعملها. انت كمان يا سافح شاكك ان انا حاكم الجن؟ يلا ندخل بقى نتكلم في الموضوع ده مع صاحبنا مراد. صالة الفيلا بصراحة عجبتني. ذوق الكلب مراد رفيع المستوى. بصيت على اليمين ولقيت باب اوضته مفتوح وسمعت صوت مراد بيتكلم في التليفون. هنبدأ دلوقتي. الجن اتشكل في هيئتي ودخل اوضه مراد وانا ماشي على طراطيف صابع عشان محدش يسمعني ومستمتع بصراحه باللي هيحصل. مراد اول ما شاف الجن متشكل في صورتي فكره انا وقال لي انا شايف انك اخيرا وصلت لي، اتفضل اقعد ارتاح. الجن قعد ومراد قال له سمعت عنك حاجات كتير بس ما كنتش مصدقها، ولحد دلوقتي مش عارف انت ازاي قدرت تضحك علينا كلنا. انت اخبث من الجن اللي بتتعامل معاهم. بس فجاه الجن بيتحول لصورته الحقيقيه ومراد قال له مش انت اللي انا مستنيه، هو اللي بعتك علشان تقتلني. الغبي مش عارف هو بيتعامل مع مين. بس الجن شاله ورفعه ولزقه في جدار الاوضه وفضل معلقه. ومراد المسكين بيبص وكان خايف جدا. ده كله وانا واقف بعيده وببص عليه. بس خلاص اجا دوري في العرض ده. دخلت وانا بحرك ايده وبغني وقلت له مفاجأة مش كده؟ طمنا عليك، انت عامل ايه؟ انت اللي عامل ايه بعد ما مراتك ماتت يا ابن غراب؟ دي بداية الكلام اللي انت اتدربت عليه علشان تقهرني بيه؟ سيبك من كلام الافلام ده وساعدنا جهز القايمة بتاعتك. مسكت ورقة وقلم من على المكتب وقعدت على الكرسي وقلت له عرفنا اسماء الناس اللي بتحبهم واسماء قرايبك ومعارفك وكل شخص انت بتحبه وقابلته في حياتك، علشان بصراحه عاوز اقتلهم كلهم. معلش نسيت انك متشعلق على الحيطه. نزله يا ابني من على الحيطه. تحب نبدا باسماء القرايب الاول؟ انت ما جيتليش علشان تنتقم يا ابن غراب، ده مجرد سبب انت جاي علشانه، انما في الحقيقه انت بتستمتع بالقتل. يعني مش عاوز تقول على اسماء؟ بس ولا يهمك عادي هجمعهم بنفسي. مش عاوز ارهقك بصراحه وانت راجل داخل على موت. مش هتصدق انا اتمنيت اللحظه دي قد ايه. اللحظه اللي كنت عاوز اشوفك فيها بعد ما تتجنن يا ابن غراب. انت ليه مصر كل شويه تناديني بابن غراب؟ لو كنت تعرف السبب فدي مصيبه، ولو ما تعرفش فدي تبقى مصيبه اكبر. لا عجبتني الجمله دي، تصدق ان هحطها عندي على صفحه الفيس. فاكر حكايه حاكم الجن اللي عاش في عصر المماليك؟ كان موجود في نفس فترته المقريزي. يا مراد بلاش نغير الموضوع، اصل عندي جريمه قتل مستعجله عاوز اعملها. الراجل اللي انا حكيت لك عنه قدر يوصل لسر الملك الثامن من ملوك الجان. شكلك لسه مصمم تتكلم كتير قبل موتك زي الافلام اللي بتسمعها. الملك الثامن ده مفيش حد يعرف عنه حاجه، واللي سيطرت عليه عيله حاكم الجان من اول عصر الفراعنه ونقلوا سره جيل ورا التاني. الملك الثامن تعرف اسمه اللي اتكلم عنه المقريزي ولقبه بحاكم الجان؟ لا ما اعرفش. اسمه سعد الدين ابراهيم بن عبد الرازق ابن غراب، جدك الكبير. قمت من على الكرسي لان كنت هموت بصراحه من كتر الضحك، ورفعت صباعي ناحيته وانا بشاور لسافح اللي مراد مش شايفه اصلا، وقلت لسافح ارفع فوق شويه واقفل بقه علشان ما يتكلمش. وقلت له انت متوقع مني يعني انبهر باللي انت بتقوله؟ ايوه انا حفيد ابراهيم بن غراب اللي اتلعب بالمماليك زمان، وكان حاكم الجان اللي يعرف سر ملك الجن الثامن.
الجن نفسهم فاكرين ان ملوكهم 7. التامن ده بقى سخرته عيلتي، واللي وصلها بترجع على مصر القديمه، ومش هبخل عليك بالمعلومه دي. انا حاكم الجن دلوقتي وورثت السلطه دي من والدي، وعندي نفس طباع جدي الكبير، ما بخافش من حد واللي بيقف قدامي بخلص عليه. وانا اللي قتلت جدك بسلطتي اللي مش مع حد غيري، ومفيش حد على وجه الارض يقدر يقف قدامي من البشر او من الجن، حتى لو ملوك الجن السبعه اتجمعوا هقضي عليهم. انت بقى يا غبي جاي تشك ان انا حاكم الجن وتستفزني؟ كان ممكن استدعي الملك الثامن من مكانه جنب جثه جدي واجيبه لك انا يخلص عليك، بس انت اتفه من كده. مش هطلع الملك الثامن من مكانه تاني الا لحاجه كبيره. وانا بكلم مراد استغربت انه بيبص لسطح المكتب وفتح بقه، ما اهتمتش وقلت له بس بمناسبه انك دورت في تاريخ عيلتي فانا هديك هديه اخيره. فكرت كتير بصراحه في طريقه اقتلك بيها. طبعا انت تعرف طريقه التوسيط في عصر المماليك، بس الغريب ان مراد لسه برضه باصص لسطح المكتب. فقلت لسافح اقتله بطريقه التوسيط انت واللي معاك. وقعدت على الكرسي اشوف مراد وهو بيموت قدام عينيا، وكنت مستمتع بصراحه باللي بيحصل، وخصوصا صوته وهو بيصرخ. وقتها كان في جن ماسكه من فوق والجن التاني ماسكه من تحت، وسافح شق بطنه وفصل النص الفوقاني عن النص التحتاني لحد ما نصه التحتاني وقع على الارض وفضل يصرخ من الالم. وانا ببص في عينيه، بس الغريب انه لسه بيبص على سطح المكتب حتى هو بيموت. الحيوان ده ضيع عليا متعه موته بنظراته دي. قمت ابص على سطح المكتب، مفيش غير شويه اوراق وكتاب عن العصر الفاطمي وتليفونه. بس ثانيه، ده كان بيعمل مكالمه فعلا قبل ما الجن يظهر له. مسكت التليفون وفتحته، لا ما عملش اي مكالمات من التليفون ده، بس برنامج تسجيل الصوت كان مفتوح. والغريب انه ما كانش بيسجل دلوقتي، في ملف متسجل فعلا بس لسه ما اتحفظش. انا فهمت، اكيد ده صوت اللي سمعته اول ما انا دخلت الفيلا بتاعته. كان بيسجل حاجه اكيد، ووقف لما جن من قبيله الغيلان دخل عليه. حفظت التسجيل ورجعت افتحه تاني علشان اسمعه. كان بيقول في التسجيل اتوقع انك هتزورني الليله يا مالك، واتوقع انك هتقتلني، بس عادي ما يفرقش معايا. عاوز اقولك اني مرتاح جدا بعد ما قتلت عيلتك، وبصراحه عاوز استناك علشان اشوف الحزن في عينيك واشفي غليلي. انت ما عملتش مذبحه على الصحراء وبس، ده انت قتلت الصحراء وتلاميذهم واولادهم وكل اللي شاكك فيهم انهم ممكن يبقوا صحراء. ابويا مات في سريره بعد موت جدي بايام، بس انا واثق انه ما ماتش عادي وانك انت اللي قتلته، زي ما في ناس كتير من اولاد الصحراء ماتوا بنفس الطريقه. وطالما انت بتسمع التسجيل ده دلوقتي فانا اكيد ميت، وانا عارف انك كده كده هتقتلني حتى لما تعرف ان مش انا اللي قتلت عيلتك. والتسجيل ده اعتبره هديه مني علشان اضحك عليك وعلى غبائك بعد موتي، هديه ببعتها لك من عالم الاموات. في واحد مراقبك بقاله سنين طويله وقريب جدا منك، وهو اللي وعدني بالانتقام. وانا مش ساحر زي جدي، بس ساعدته يوصل لسر حاكم الجان. ساعدته وانا عارف انه هيتخلى عني في اخر لحظه وهيسيبك تقتلني، بس ده كله ما كانش يفرق معايا. اهم حاجه عندي ان انتقم منك، وانا مش غبي وكنت عارف خطته كويس. وقدرنا نقتل صحابك القدام كلهم، واخر خطوه كانت عيلتك، وسيبنا لك خيط علشان تيجي تنتقم مني وانت معاك ملك الجن الثامن. الهدف الوحيد كان اننا نستفزك علشان تتحرك وتستخدم رساله حاكم الجن اللي معاك، وتستدعي الملك الثامن من مقبره جدك الكبير ابن غراب، مقبرته الحقيقيه اللي اتدفن فيها، مش مقبرته المزيفه اللي الناس تعرفها. يعني من الاخر كنا عاوزينك تستخدم الملك الثامن في قتلي، ولو انت ما استخدمتوش فموته هيكون ملوش اي لازمه، انما لو استخدمته فيظهر لك الشخص اللي كان ورا قتل اصحابك وعيلتك علشان يسيطر على الملك بتاعك ومكانك. عرفت بقى مين اللي عمل كده ولا لسه غبي زي ما انت؟ انا هريحك وهقولك محمود صاحبك اللي عرفني بيك، وبتمنى لك مواجهه ممتعه معاه، وهستناك بفارغ الصبر، وهحجز لك مكان جنبي في جهنم، ما تتاخرش بقى.